في قلب القاهرة يقف جامع السلطان حسن شاهدًا على تاريخ غامض وعظمة لا تصدق، لكن هل تعرفون القصة التي تختبئ وراء جدرانه؟ رحلة عبر الزمن تنتظركم لاكتشاف أسرار هذا المعلم التاريخي اللي غير ملامح المدينة، هل أنتم مستعدون لاكتشاف ما يخفيه؟ وصف بهرم مصر الرابع ألا وهو جامع ومدرسة السلطان حسن. إذا كانت مصر الفرعونية مصر القديمة بتفتخر ببناء أهرامات الجيزة، فإن مصر الإسلامية تفتخر ببناء جامع ومدرسة السلطان حسن. نحن أمام أكبر وأطول مدخل في العمارة الإسلامية، مع بعض هنشوف أطول مئذنة مملوكي بحري في مصر، كمان أول مدينة جامعية متكاملة في تاريخ مصر الأثري، بمعنى فيها بيمارستان يعني مستشفى لعلاج المرضى وسبيل وسكن للطلبة. بالمناسبة بيمارستان دي كلمة فارسية. كمان هنشوف مع بعض 4 مدارس ب4 وجهات نظر مختلفة، كان بيتم تدريس المذاهب الإسلامية ال4. المدرسة كانت بتعاد الجامعة، والجامعة فيها كليات، كلية المذهب الحنفي، الشافعي، المالكي، الحنبلي. يا رحمتي يا رسول الله، يا شفيع المسلمين، يا من بك يرحمنا الله، لا إله إلا الله. كمان هنشوف مع بعض أقدم حامل مصحف موجود في العمارة الإسلامية. مش بس كده، هنلاقي إن الجامع الموجود على عملة ال100 جنيه هو جامع السلطان حسن. بس كده؟ لا، لسه هنتفاجئ. كل ده خلى الرئيس السابق باراك أوباما يزور جامع السلطان حسن سنة 2009. طيب هو مين السلطان حسن؟ السلطان حسن هو ابن الناصر محمد ابن المنصور قلاوون، سلطان ابن سلطان ابن سلطان، واحد سلاطين المماليك. السلطان حسن بنى المدرسة 757 هجريا، وأصبحت من أهم الآثار الموجودة في العالم. السلطان حسن مات مقتول 762، وما كانش تم الانتهاء من المدرسة. اكتملت على يد أحد الأمراء يسمى بشير أغا الجمدار، وافتتحت تماما 764، يعني بعد سنتين من مقتل السلطان حسن. فيك يا جامع السلطان حسن فيه 4 إيوانات. إيوان يعني صالة معقودة مفتوحة. أكبر إيوان هو إيوان القبلة. إيوان القبلة بيكون فيه المحراب والمنبر ودكة المبلغ. دايما الإيوانات في العمارة الإسلامية بترتبط بالمدارس بالتعليم، كل إيوان بيكون ملحق بيه مدرسة. 4 إيوانات ب4 مدارس. أكبر مدرسة هي المدرسة الحنفية، ليه؟ علشان هي المذهب الرسمي للدولة. يا شفيع المسلمين، يا من بك يرحمنا الله. يبقى احنا عندنا 4 مذاهب: المذهب الحنفي، الشافعي، المالكي، الحنبلي. أحلى حاجة في العمارة المملوكية كلها القبة الضريحية. السلطان حسن بنى القبة دي علشان يدفن فيها، ولكن للأسف السلطان حسن قتل ولم يدفن في قبته الضريحية. المدفونين هنا أولاده الاتنين الشهاب أحمد وإسماعيل. يا نبي الرحمة يا رسول الله، يا شفيع المسلمين، يا الله، يا نبي الرحمة يا رسول الله، يا شفيع المسلمين، يا من بك يرحمنا الله، لا إله إلا الله.
من أسرار العمارة في جامع السلطان حسن لأسرار أعمق وأكثر إثارة. في مصر القديمة كان الحب يحمل بين خفاياه أسرارا لا تصدق، هل أنتم مستعدون لاكتشافها؟ في ختام رحلتنا عبر قناديل التاريخ ندرك أن الزمن ليس مجرد ساعات وأيام، بل هو قصص تحكى وأرواح تخلد، فكل لحظة من ماضيهم تضيء طريقنا نحو المستقبل. انتظروني في حلقة جديدة ورحلة جديدة في عالم القناديل.